من الحلويات المغربيه العريقه حلوه الخليط او حلوه التقاوت. الاصل نتاعها شمالي، كتجي لذيذه بزاف ومقرمشه، كتذوب ذوبان في الفم. بالنسبه للتشكيل تاعها تشكلوها وتفنوا كما بغيتو، لكم الاختيار. المقادير بساط، بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. كما كتلاحظوا كتجي فتيه، كتجي بنينه بزاف وكذلك مقرمشه. بغيتو تفندوها كلها في سكر كلاصي تفندوها او ترشوها غير سكر كلاصي، لكم الاختيار كذلك. غادي ندوزو للمكونات. كنحتاج 4 ديال الزبده، كاس ديال السكر بالنسبه لكاس ديال العنبه، كذلك كاس ديال الزيت، واحد القبيصه ديال الملح صغيره يعني صغيره. بالنسبه للزبده خرجوها قبل من الثلاجه باش تخدم لكم مزيان. كنضيف 2 بيضات، كنضيف واحد المعلقه صغيره مع مرش من القرفه، 2 معالق تاع ماء الزهر. بالنسبه للزنجلان كنحمروا واحد الكاس كنطحنوه. وكذلك عندي بالنسبه للوز الكركاع شويه تاع الزبيب كنقطعوهم قطع صغارين، كديروا كاس مخلط ما بين اللوز والكركاع، وكديروا نصف كاس ديال الزبيب. الدقيق تيبقى على حسب الخليط. وبالنسبه للخميره كنحتاج 2 اكياس، المجموع 16 غرام. وكنبدا نجمع العجينه تاعي تكون مرخوفه، ما تكونش قاسحه، باش تجينا الحلوه مقرمشه وبنينه. وكنبدا نشكلها كريات وكندخلها الفرن. كنكون سخناه من قبل، كنشعلو غير من التحت درجه حراره تكون متوسطه.